بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لواني اشتر لوانا كان تري بلاغة لعلم معاني، لعلم بديعة، المحسنات المعنوية. جيشنا تشارميا لا المقابلة لغة يعني مواجهة، مقابل. اصطلاحا وهي أن يؤتى بمعنيين، يعني تدو معنى ديني بس موافقين أو أكثر، يعني موافقين لقريق يعني زيادة لمعنيين، زيادة لدو شنو سريع النونة قلبير كلا دستان خص النونة شيء زياد كان بمعنيين نجمعين، أن يؤتى بمعنيين موافقين، يزادوا معنى موافق من يا زيادة لدو معنى إذا ثم يؤتى بما يقابل ذلك على سبيل الترتيب. لبران بدي شي بهمان شد بلان ببي ترتيبا، أو هي تعريف هي مجموعة كلمات كمال كلمة وشن ضد، يعني بيتسانية كن ضد مجموعة كلمات أخرى، بيتسانية كمال كلمات ترن في المعنى على التوالي بلان بدوا يقداد. سا احتمال بسيار بكري جواز اللي انطباق ومقابلة يبرزان شكل يجنزيكن. دل الفرق بين الطباق والمقابلة أن الطباق لا يكون إلا بالأضداد، الطباق ده إلا ضد به، رش سبي أوها، فلا مقابلة تكون بالأضداد وبغيرها، تكريب بالضد به تكريب غير ضد به، إنه أضحك وأبكى خو بيسانين أو ضدني وإن كانت الأضداد أعلى رتبة وأعظم موقعا، دائما الضد كان كاري قرترن أو هيك بيسوانا كيتي بضد كيتي أو كاريجري زياترها. دوام يعني أن الطباق لا يكون إلا بين الضدين، دائما طباق بس دو ضد زياترني، بس مقابلة لا تكون إلا بما زاد عن ذلك، يعني لدوي زياتر، وكلما كثر عددها تن جمارك شيء زياتر به كانت أوقع أو زياتر كاريجرتر. دبي خواهي جورا لسورة البقرة لآياتي دوصد بشازة فرمي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. سنشتي لبران بريكنا برزان سيركا قد جاء الترتيب الأول مكونا من المعنيين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لبران بركشي وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كاتت أو كلماني كبيتسوانية كان تكرهوا تحبوا خيرا شرا، أو مقابلة بيدا قدري زوركاني مقابلش أنواع المقابلة أنواع بحسب عدد المعاني المتضادة بيساونا كان، وأن المقابلة معنيين بمعنى يعني دو بدو، وكتسي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، تمشى ضحكوا بكاء، قليل كثير، أو دو معنى مقابلي دو معنى. يعني خواهي قرر السورة الإسراء دفرمي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب سيركا ويرجون رحمته ويخافون عذابه. تمشى الرجاء خوف رحمة عذاب، والمقابلة يتسمى سندن دو بدو إن عذاب ربك كان محظورا. مقابلة يسير قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سيري كان برزان لا يحرم لهم عليهم الطيبات الخبائث، لهم عليهم ضد شيء وهانية بري وكون رشو سبي بلام قلت مقابلة دشكري بويدا كريتنا دائما هرواشة تدري ولا بوتوا إنه ولا للسرتة هنيا لها ما كسبت بس وعليها ما اكتسبت. مقابلة بتسار بريزان أو بس ما كرد يعني يحرموا يكمن يحلوا دومين يحرموا لهم عليهم طيبات الخبائث. سار بتسار للصورة الليل لآتي بينز تاو كدا خواي قلت فأما من أعطى واتقى إذا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب
بالحسنى فسنيسره للعسرى. سيرك أعطى مقابل كتيا بخلا، اتقى استغنى، صدق كذب، لليسرى للعسرى، مقابل يتسار لمقابل يتسار. بري على بير كرايا سارة من مقابلة بينز ببينز متنبي دري أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي. ينثني دري إنثى في الأمر دري فرملانا ولم يتشدد لهنا يعني النرمي كرت زور تندي نكرت دري أزورهم سرداني عندكم بس كاتك دسم سعد الليل بشاي يشفع لي تاريخ زمان نايبين وأنثني يعني خوم نرم نكم وبياض الصبح روش كديته وزاري يغدي يعني كبري إغرام بذكات. أزورهم لمقابلي أنثني سواد بياض الليل الصبح يشفع يغري لي بي. قلت أنا الدبي لمقابلة الدبي أرسنت أنا ضد يغنينا قدار من في إنزام يعني مقابلة الشش بالشش أو غلط ما أنك كده تسلسل كي يكو ها ناقو ينثني إنثنا بمعنى نرمول نياني نازم لتسلسل كي يكو دوسي وشارتا بينزي طاوا شكا الشش بالششا دبي لولا يك بيك ماني عطاوا بينزا مانيا لدوبا دوي دس بيدك شش بشش قال عنترة العبسي نايسبو وجا عنتر يعني زانها كان روزي كان زانا زعما تاع راس لبغداد ثور تبدل قايق لبرقايا شي هردهات قايش دو هردهات قلت انا تو عنتري شلون دا ترسي لي برقايش قلت له اسبانيا من عنتره ما يخربني اتو تساني عنتره ما بس تيوقع حاشاكم احيانا اسبانيا عنتره على رأس عبد تاج عز يزينه وفي رجل حر قيد ذل يشينه. على مقابلكي فيها رأس رجل يعني هذا بتاع بيت سوانا ونيا سرو بيت تاج عبد حر أو برامبري يكن تاج وقيد يا رواشة تاج زتو لسردندري باتشايتي قيد من صلاتها. عز الذل يعني ذل عكسي يكن يزينه يعني جواني ذاك يشينه يعني عشيني ذاك لزيني لجواني جوان كاري تيدا ما نيتدا كواتا الليرة علاو في سير كم برزان لشاش بشاش لغيري أو بيتي هيس كمان يلا بلاغة ولا زماني عربي بس أو بيتي عن ترمان هي زياتر مانيا وقايا كزوبي جيش داوش ما اللي بزربو برزان بينزم يعني لمحسنات معنوي بيدك التورية تعريفها لغة مصدر تورية بخوي مصدرة وريت الخبر تورية يعني سترته يعني شارنو هوالك وأظهرت غيره يعني هوالي تنم أشكرها كرت أو لروي زمانواني لروي يعني الشارنوا تورية شارنوا نهاري وراه الثرى يعني خستيانة جير قلها بري يواري سوءاته طعام اصطلاحا هي أن يطلق يعني أن يطلق لفظ بقتري طالما أو لفظ له معنيان سن معناه بي دو قريب بعيد طالما دائما شهان ما بستا بعيدك استاذ زور زادقي برادرك للرقا دري سيارة فيها ساري سيارة فيها بخوي هو يكسر ما نسي دقا يعني كان ما سيارة راقرتي وبيتي دروا سيارة فيها بلا هاي فرق زيرك زارق ليك كامبرسي ودي بلا سيارة فيها
يعني بفيخهم درهم. بس دائما للتوريه اقدر من معناي بعيده كم مراده ها نق معناي قريبك يعني يكسر دمشقت او نا او يتر يعني بس هذين السر نمونه يعني تعريف يتر هي ان يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان ده بنقسكر لفظك بكار لان دو معنايا احدهما قريب بلام قريبك دائما غير مقصود ودلاله اللفظ عليه ظاهره دائما لبو قريبك ظاهر يعني او زوجر دقات مشكت والآخر بعيد بلام أو مقصودة أو مبستا ودلالة اللفظ عليه أو خفية ظاهر نية يكسر فيتوهم السامع جيجر وهم دكا أنه يريد المعنى القريب دائما وهذا معنى قريبك وهو إنما يريد المعنى البعيد بلام أو معنى يدورك ما بس دي بقرينة تشير إليه ولا تظهره بقرينة كإشارة بدك بلام بدري ناخة بإشارة وتستره عن غير المتيقظ الفاطني دي الشارتو اللي كسي كمتيقن نبي سو كسي متيقن فاطن يعني شعر زا لو انا شعر دريتها هون يكسرت يدقن ما بستي سيا ويسمى ايضا عندك زار التوريه بيدا قلت لي ايهام عندك زار بيدا قلت لي توجيه عندك زار بيدا قلت لي تخيل عندك زار بيدا قلت لي مغالطه او انا شيء هي بس زياتر مشهوره كي توريه سراج الدين الوراء ضلي أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب وشي حبيب لبيت دوم أنا يا كم يعني حبيب يعني كسي خوش يا محبوب بلام شاعر ما بس يونها ما بس تبي أبو تمام ناوي حبيبي كري أوسي طائب ولو وافى به لهم شيء يعني أبو تمام طالما ليرة باسي نكر باسي حبيبي قلت كابرا بخوي بكونيا كي مشهور بو بأبو تمام مشهورة باسمك يخوي كناوي حبيبا شهرين نبو بس كليرة باسي ذكرت خلق ما أصدق حبيبي يعني خوش أويست كتيمة بس تبي أبو تمام دائما لا توريه برزان تنشتك يا سي عنصري تدانا يا كم يعني لفظك كدو معناه هي دوم يعني معناه قريبك يا ومعناه كي يكسر سر حبيب ويزاني خوش ويزا او بيد قلت لي المورى به يعني بويش شعر دوا سبهوي حبيبك شيء شعر دوا ابو تمام الشعر دوا معناه بعيدكش المورى عنه او كشعر دوا توا كتشبو ابو تمام سنزور التورية معناها تنقسم إلى قسمين مجردة مرشحة مجردة ومرشحة لا استعارة باس ما كده قبيرتان ما بين تورية المجردة كم ينبرزان وهي التي لم يذكر فيها لازم من لوازم المورى به وهو معنى القريب باس اللوازم كان يعني باش تقناك كنزيق بي لو بي بناسيوا ولا من لوازم المورى عنه معناه بعيدكش كمعنى قريبة بعيدك وكتسي خواهي قال للسورة يوسف الآياتي سلودودة فرمي وقال للذي ظن أنه ناجٍ شيء قال لك شيء يوسف عليه السلام بشيء ظن للظن بمعنى قمانية قدر من الظن القرآن بمعنى يقين ده يوسف عليه السلام يقين يبقى ناجٍ يعني لسزنا رزقاري ده بدردسي منه ما لا دوك سكين سيبيغو قال ما قولك تسبو قلت اذكرني عند ربك باسم كلالايتشي قوركت قال فانساه الشيطان ذكرى ربي الشيطان لبير كرت ويلي كرت لبير بك فلبث في السجن بيضع للسيها تاو كنوه سيد كان برزان لرا كلمي اذكرني عند ربك أو يكسر مش كده بستروا خايا أو معناه قريبك وهو الإله سبحانه وتعالى دوام يعني معناه بعيدك أو ما بسيبه وهو الملك وهو المراد ما بسيبه ملك قريب بعض اللي هي صفته ملك يعني صفته خاي پروردگار باس كرا كبرين أول لو نزيكتين لو نزيكترا يتي باس نكرا
دوم يعني بيد قلت المرشحة، التورية المرشحة هي التي يذكر فيها بعض الصفات خصائص بلام إيجهان باز ذكره التي تلائم المورى به، يعني معنى قريبك باز عندك صفات في دكات، كقول الشاعر صلاح الصفدي: وصاحبي لما أتاه الغنى تاه يعني ساعة خوي بزركت. صاحبي صاحب ما بس صاحب برادرك يا خويتي باشا دولا ما دي له هات بزر يعني خوي بزركت. ونفس المرء دائما سيات طماحة حزي لشتا. وقيل: هل أبصرت منه يدا تشكرها؟ قلت: ولا راحة. يعني هيش تاكل اللي وديتي كسباسي لسير بكي، هيش تاكل دستي وديتي كسباسي لسير بكي. قلت: ولا راحة. وشيء الراحة لها معنى، دو معناها يكم يعني نزيكا يعني راحة اليد يعني ناولك وهو المعنى الذي تستدعي عبارة يدا تشكرها. والآخر المعنى المقصودك وهو راحة الجسم. دري تصدق دري هيش تكت بيني لنا أو دستي يعني ظاهرك أو هيا هيش تكت أو دستي كبيد ببخشي بيد بدا وتي ولا الراحة يعني ولا في دستم أو ظاهرك أو هيا يعني معنى نزيكا كي بس ولا الراحة يعني جسمك الراحة جسدي خم ليه نديت ولا الراحة يعني الراحة جسدهم ليه نديت ما بس بي أو يعني بس ليه دائما الظن لبوش هندسي تقول يا كم دسيتن. هل أبصرت منه يدا؟ تكي يد راحة اليد يعني ناو دست يكسرها بيش باسي دست كرا يكسرتو الراحة اللي بوتتا جوزيوا ناو دست جوزيوا باسي ويكر دبو معناه قريبة كوانيا طالما أوا مرادني برقوتشان مرادة راحة اليد دليل تستدعي عبارة يدا تشكرها بلام أو يدوم يعني دفرمي راحة الجسم من التعب ما تجيبون. والتورية هنا دفرمي مرشحة لاقترانها بما يلائم المعنى القريب. ششم يعني برزن بيدا قلت التوجيه. توجيه تيا هو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين يعني تقصد دكي وشتش بكارديني أو احتمالي دو معنى يعني بأن يكون أحدهما مدحا والآخر ذما يشان يعني احتمالي مدح كردني هي واحتمالي معنى يدومي شيء كتيا ذنبتن دري وهو قريب من التورية بابات التوجيه نزيك لتورية بلام غير أنا للتورية معنيين قريب وبعيد بلام والبعيد هو المقصود للتورية كان مقصودها دورك بلام لا توجيها تفرمي فلا يرجح أحد يعني هيك ترجيح كدني بري أو ما بستا نا أو ما بستا لا توجيها أو نيا بس لكنها لا تورية كنا كان ما بستا ما نيدورك خواهي قولنا للسوري البقرة صار فرمي: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. مثلا كلمة راعنا بقول كدري راعنا يعني مراعاة معك يعني مراعاة معك زوجة طلبة الماء مثلا عندك موضوعي كم كوا مراعاة معك أقعد لما بيها يعني مراعاة معك بلان فيفهم من كلمة راعنا الذم الذي أراد اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم. سوك كلمة راعنا تفرميل لأن هذه الكلمة شبه كلمة عبرانية نزيك كلمة عبراني يتسابون بها يعني دان كردت زوين وكود زوين بكارنا وهي راعنا يعني والشوازي بكاريان دهنا بلام دفرمي للرسول والمدح الذي قصده المسلم بلام كم السلمان كان دان قلت بيغنبري خوار راعنا ما بس يعني بيذم نبو بلكو عندك يستي بيغنبري خوار مراعاتي حال مان بكاريا بلام خايق قال لبر أوان استغلالي وكلمة عن كردبو قلت بكاري مين لباتي انظرنا بكار بين حفتم يعني برزان بيدا قلت المشاكلة
مشاكلة لو بابا تانية كوابروكك هندق مسائلي لقرآن أجر أو بابا تشار زي ما النبي هنزار شيء درستكين لا تفسيرها مشاكلة يعني مشابهة مماثلة بيكتسو شكل دري أو شكلي أويا لا شكل هالشيء وهاتها لاصطلاحها هي أن تذكر الشيء أتباسي الشيء ذكي بلفظ بلام كواز ذكي بلفظك بلام بلفظ غيره ولا بتسباسي لفظ غيره ذكي ليوقوعي في صحبتك اللي بيش أو لفظهاتي أو لفظ بكار ديني أقل لي بيش واخدنا هاد به بكاري نيني واضحة بيشتر بكار هاتي أتو لبري بكار ديني أقل بكارنا هاتبو بكار نيني وكتسي خواهي يقول السورة لا أتلفرمي وجزاء سيئة مثلها باداشت خرابا يكو دبي باداشت خرابا إيش أول شيء سيئة يعني كسك أجر خرابا إذا كردش خرابا لقر ما تشكش معنا فمن اعتدى عليكم تعدي لها مو كاتك خرابة تعدي يعني الظلم يعني استم بس لو ترفع اعتدوا عليه سكبيش وقت كوات أتو الليرة نابي تعدي بمعنى تعدي كيف يشي اللي يقديتها تبري جزاي تعدي كي خويسها وردة قرتها يعني ومكروا تبي نعوذ بالله بين خواي قرا فيلي كرت مكري كرت صفاتي نقصنا على ناقول زي بخواي قرا بلام البروي بيشي سهاد بو مكر هادو لمشاكله هاشوي أو بكر هاتها يعني فالجزاء عن السيئة في الحقيقة غير سيئة نابي سيئة يعني كسك خرابة دقا كردي باداش دقا خرابة كسك دروي دقا كردي بسي دروي دقا بكيو كسك تزيلي كردي والله باداش دقا مش بسم تزيلي بكموا خروا النابي الشرع رباش تيدا كواتا وبيدا قلت لي سبزان بلاغة كو حلي كرديا تقول لي بروي بيش وقت كلمة هاتي بوي وكلمة بكار ديتوا أجنا تقول نوع عربها بوا قرآن بس ماني عربي تابز يا أساليبي عربي لنا قرآن أموي واردة والأصل وجزاء سيئة عقوبة مثلها بهداش تيك وكو سيئ كواكديتي يا للسورة المائدة لآيات صوت شاذة عيسى عليه السلام تيب أخواي جورجو تعلم ما في نفسي والله ولا أعلم ما في نفسك إذا الصفين نفسي دايت بار أخواي جورا تبي بني أخواي جورا نفسيها زور زارومان جل ذبي والعقيدة شيء ما له تستكان كل ما أثبته الله في القرآن والسنة نثبته أو قاعدة بمطلقي غلطها برزان هرتي لوي هات به ولا ما إثباتي ذكينا وزور زار أقصد كريب بلام أقل فحواي أقصد تبقى النبي قد أو قاعدة بمطلقي بكاربين يعني باش أخوي بدي فرمي كل نفس ذائقة الموت كات غير دي بمري نعوذ بالله يعني خواهي جورا لحسين بيقوم صلى الله عليه وسلم قدسي ساري خواهي جورا دفرمي عبدي أمنا خوش بمتو تري كواتو نخوش دبي من نعوذ بالله بني والله للسنة هاتي أما إثباتي دكين كات عقادار بن بريزان أو قاعدة زور زر على الإطلاق لا يجري يعني لا تجرى بكارنات كانت شيء شد له دروس زكاة تبري يان هرولا أجا عبدي من بهر ولا بيعمل شون درهم واي دبير نعوذ بالله خوي ورا خو صفات مخلوقاته شلون اثبات ذكريتنا وانا بو برزان اگر مشاكله لبلاغتي بقي كعرب يقلا اساليب كان مشاكله يكسرت يدقات تدقا وش شي حناك كوات تعلم ما في النفس لبر النفس هات يا ولا اعلم ما في نفسك انا نعوذ بالله النفس ده بخوي ورا نابت والاصل تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما عندك هو إلا يتوين زانم فالله تعالى لا تستعمل في حقه لفظة النفس إلا أنها استعملت هنا مشاكلة لما تقدم من لفظ النفس كان نفس بكار هادو النفس ده مقابلها بكار هادو حسن التعليل برزان كاق أحمد زور هردسي كاتمان زور ما دري هو أن ينكر المتكلم صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروف متكلم سكر اشتك بصراحة إنكاري ذا كيان بضمني علي اشتكى بلام ويأتي بعلة أدبية طريفة علي إيش كيبو ديني كعلي الدوم طريفة يعني له خوشية
دفرمي تناسب الغرض بلكو دقا أو غرض وما بس يدقون زي الذي يرمي إليك دوي أماجي بيبكا كواتا فحسن التعليل هو نوع من التعليل نوع التعليل الكردن هو كاري دانان بس الطريف جوان كاري الذي لا يتوقعه المخاطب يعني جويجر توقعي هناك وعادة ما يبتعد فيه المتكلم عن العلل الحقيقية سور زار هي العلل الحقيقية اشتكان لا ددين ويأتي بعلل جديدة من باب الطرافة يعني خوشي وحسن الاقتراع ابن الرومي دلي أما الذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن سيد كان بارزان وشيء الذكاء اسم من أسماء الشمس أما شمس عند تواني هاي بقول بقى دير الذكاء يقلنا ما كانش خور بيدا قلت لي ذكاء دير خور زرد نبو كاتك ما إلي كاتك كتخور آوا هو لكو شعري كردي شيء بس لو أنا بيتو قراني جوان نبي فلان ها بريتشو دي دعاء نبي لو قراني كي دريلا ترسي طلعت خور وكو شيت برو زردي حالاتو كوتا تشين دري كوتا تشيوان يعني لبرجواني تو تسيري هات كوتا تشيوان برو زردي حالات يعني رجي سبو رجي زرد هرقرا ذكاء يعني ناوي كنا وكاني الشمس إذا جنحت يعني كاتك كبرو تستوى خور كاتك برو خور أوان سيني درنجي زرد بي ترى أما ذكاء بلام شمس فلم تصفر الزرد هل نقرأ إذ جنحت كاتك برو خور أم إلا لفرقة ذاك المنظر إلا لبرجواني أو ده مساوي نبي بقول بو زرد بي علي حقيقتها تبيض أوي الزبي أوي هواي برجي هواي الزوي كان زيك تبتوا عادتها أو جواني كي خوي بروت سرنجك خوب شانة داتن زرد أو علمية كأواه بلام شاعر دي بس شيء وش كتر حيدك ها شيء أدبي جوان ترى الرانجي زردنا مو بس لبرتسي ولي هات لبرجواني أو دم تساوى جواني ترى يقصد ما بس يسام إذ أن الشمس لم تصفر عند الجنوح يعني عند الميل إلى المغرب لسبب المعروف ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه المحبوب يعني ممدوحي ده مسائل خوش يستكل بر هندي رنجي برس الرؤي برزت هالقرار ها بره غروبهم يعني جنحني ماله برو غرب رؤي خور أوابون واضح يسا يعني تماشى علتي حقيقي لا ده علتي أدبينا زوانتر سمعت بلاغ بروك دنيا الناس كها قادرن لبيت الشعر كان شاعري شروايا دنيا الناس كا نوع من المبالغة مبالغة في اللغة من بالغ في الأمر مبالغة وبلاغا إذا اجتهد فيه وغال يعني زور خوي ما عندي كذا زور تيبرانت زيد رويج دقريتنا لا اصطلاحها هي أن يدعى لوصف يعني تدعى لبوصفك دكي بلوغه في الشدة يعني أو وصف الزور جيشت أو حالتي أو الضعف حدا يعني بيسوانكي كذا مستحيل اشتيوها كوهب بيتني يعني مستبعدة دورة لأن لا يظن أن غير متناه في الشدة أو الضعف وقمان نبردلتن كوا لو بري شدة ولو بري لا وازيا بلاغة مبالغة برك شيء تدابو زانانان سريا الرأي دفر من رفض مطلق بيت هامة لأنها الرفض مطلقا حجة أنا يدفر من خير الكلام ما خرج عن مخرج الحق وجاء على منهاج الصدق يعني الكلام قال الحق لا يدا بس هلا الراسي بروى نبتة إفراط وتفريط تانا يعني حاشاكم نبتة درو ونيا هندك درينا كاكا قبول مطلق أو بعكسي سكبل جاء سيادة فرمون أن خير الشعر أكذبه سوادين سعود درويكي يا لا ندرويكي وأفضل الكلام ما بلغ كزول بلاغيت تاكرا أما وسطك يا وقري سيمان
التوسط بين الأمرين، فتقبل مع الحسن إذا جرت على منهج الاعتدال. هذا سر منهج اعتدال روي ورد قرين، وهذا رأي جمهرة العلماء. دليل شان وقوعها في تنزيل القرآن جداد دريها على الضروب بس شويشي مختلفة زور زور، وترد إذا جاءت بلام رد كريتو تسكاتك أجرهاتو على جهة الإغراق والغلو، ويذم مستعملها وكسش كبكار ديني زم دكرت. زورة كان برزان تنحصر المبالغة في 3 أنواع. التبليغ تيا وهو أن تكون الصفة المبالغ في أو صفة كسر مبالغ ذاك مقبولة عقلا عادة عن الريفيد دري هم عقل هم عادتش درستا. وكو قولي امرؤ القيس فعاد عداء، عادة يعني غاردانك بين ثور ونعجة. ثور جاء نعجش مرة دريد لون وانا دريد دراكن بيجيشتنك بلام فلم ينضح بماء عرقي نكت اشتواها او غار بدها عرقجنك بماء فيغسل، يعني غزور عرقي نكر بدموتسا وقال بها مثل هذه تربة بيتسن. الشاعر وصف فرسه ووصف أسبكي خويدك بأنه أدرك الثورة جيش بتسهم وبقرة وحشية، بقرة وحشية كش في مضمار واحد ليك هذا بلام ولم يعرق عرقشي نكر اشتواها. وهذا من المبالغة الممكنة التي تقبل في العقل والعرف، يعني احتمال قبول ذكرها ده طانين بلين سوري وانا كردوا إغراق يبرز سير إغراق قال شيء ده فهو المبالغة بادعاء ما هو ممكن عقل، يعني وإن كان ذاك عقل دبيكاكا بلام دري لعادتها مستحيل اشتيوها عقل ريد ده بس لعادتها مستحيل اشتان نية. قال عمرو بن الأيهمي التغلبي ونكرم جارنا ما دام فينا يتشنع ريد زيلانك خوي دقري تاوكو لا تنا بلام ونتبعه الكرامة حيث ما لا ساكش ما لدوا هيدر ولا هرجي يشبي اشتواها، يعني اشتواها تزيراني خد اولادي خد برا بس تساكيتو هلا قريدابي تو قال لك انت بتساكي ده قردك وتساكل السريار متي دي بس كرويشت ناكري او ناكري اخر دائما كرامه اللي رزياتر ما بس يارمتي داني حسيه كان اتو هتا زيران تدطاني يارمتي بشتي بدي كزور روي تركب ناكري. فإكرامهم للجار مدة إقامتهم بينهم من الأخلاق الحميدة وشيء زوانا، ومده بالكرم عند رحيله بلام يارمتي بدي لكات الروجنكي، وجعل هذا الكرم يتبعه بدوي دادري ويشمله حيث كان لهرشوينك بي وفي كل مكان يذهب إليه بهرشوينك بروا هو الإغراق أو الزورة. وهذا أمر ممتنع عادة شو ناكرة تكاك زينانة لشاريش كبتاني يا رجل بدي وإن كان بس ضروري عقلي غير ممتنع يعني ريقرني عقل يسمونه منبه موبايلي، يعني عندك استشاراتي ترستي تاني بيك يعني أنا عقل أو كاتب باس كلا استاذ وكو عمليش ريفي دريها غلوت يا فريزان دري وهو ادعاء المستحيل، يعني اشتكى كمستحيل الردها الذي لا يقبل في العقل والعادة، كقول أبي نواس واسي خمرك فلما شربناها ودب دبيبها إلى موضع الأسرار. أسرار شذرة قلت لها قفي مخافة أن يسطو علي شعاعها فيطلع ندمان على سري الخفي. تريباجة ويعرق من خوارده ودب دبيب يعني روشني ميرستان، يعني أو خوارد نويت سناو لاشم سيلي كرت هموي بركرت
رويش نهر ملاشم جيشت موضعي أسرار الشويني هنا كان كضلا قلت لها قفي قلت مراوستا لبسه مخافة أن يسطو علي فرمي الشعاع هو أو نوع درمانة كنا وشتيدك الشفاف يك الشفاف ها دري خريكة وكو أشعتون أشعية ساوي كشف دكا ونيا دري خريكة همو لا شيء ناوم همو تسلي بين كشف بيتن كنت مراوستا فيطلع ندماني يعني كعرق توزيع كان دجور على سر الخفي ناس ما وريد استيان ريناس ها او غلو يا غلو يا اشتوايا بس للروش راسنا ها حاشاكم كسك وكساني عرق دخون وزوزر اشتينا ضلي عن سلي ذي كشف ده كان ها بس اول ضل انك بس ماني خوي بخوارنا وقيا راسنا ولا شيء بتشفاف كانما سلنا وضلي دايا وي بدردك قالوا إن سطوة شعاع الخمر عليه بحيث يصير جسمه شفافا يظهر لنديمه ما في باطنه ويكلنايتي برام دفرم لا يمكن عقلا ولا اشتهان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.